هو ابو الانبياء. بتعمل ايه؟ ازيك عامله ايه؟ ما تخافيش، تعالي. تعيطي ليه؟ استنى، انا جاي اكسبك فلوس. طب بصي تعالي هنا دقيقة، طب تعالي ما تخافيش. مالك؟ توقف التصوير. تعالي، طب تعالي كده. تعالي بتعيطي ليه يا ام؟ عيطي ليه؟ عشان ابني تعبان وماما محتاجه له لبن ومش لاقي حد يجيب لي لبن. وكل الدموع دي عشان اللبن؟ هديكي حقه، ما تقلقيش، سيبها لله. ونعم بالله. طب انت، طب ابنك شكله جعان. انت بتعمل ايه حضرتك؟ انت بتسافر مصر ليه؟ بتاع ايه؟ نمزيه. مجا ايه؟ انت شغال ايه اصلا؟ انا اسمي اسامه الحداد، عندي صفحه على الفيسبوك اسمها فعل خير. لقيتها طيب بتعيط ماشي بس. ماشي برضه ما تتكلمش كده وتصور كده في الناس كده، يعني عيب يعني. انت بس صلى على النبي، مالك؟ أخلص هي السؤال. انت بتعيط، انا عايز بس اعرف هي بتعيط ليه، مالكوا في ايه؟ مفيش والله، الحمد لله ما فيش اي حاجه، بس انا متفوجئ على حضرتك كده واقف وتصورها كده. انا مش بصورها، انا بكسب جوائز وكده، ما تقلقش، سيبها على الله. طب انا هوقف دقيقه افهمك انا مين. ماشي، ثواني كده. قول لي بقى في ايه، وايه الدموع اللي بتنزلها، وده ايه اللي في ايدك؟ اشعاعات وحاجات، كشف على ابني وعامل له عمليه، وطبعا هو بيعاني من حاجه في المخ. بتعيط انت كمان ليه؟ مفيش، الحمد لله، يعني الدنيا مخبطه معانا شويه كده، واول مره انا اتحط في مواقف زي دي. طب قولي لي انت في ايه، جوزك بيعيط وانت بتعيطها في ايه؟ الدنيا صعبة معانا. الدنيا صعبة والله العظيم خالص. حتى عيالنا مش عارفين نودوهم مدارس المواصلات. مفيش. والدخل على القد. حتى ابننا يعني تعبان علاجه مش عارفين نجيبه، حتى اللبن مش عارفين نجيبه. ما عدناش عارفين نعيش. لا حول ولا قوه الا بالله. تعبان ماله في ايه؟ اسمك ابو ايه؟ ابو سيف. اولا دي يونس ابن الواحد، دول يا سيف وياسين ولاد مراتي، تمام. طبعا هم يعني زيهم زيه بالظبط بالنسبه لي، لان انا ما قبل ما اشوف دي شفت دول. فطبعا انا ما اعرفش عيل زي ده مالوش ذنب في اي حاجه، عايز ايا كان سواء معاه ولا ما معيش لابد يتوفر له، تمام. بتشتغل ايه؟ انا بشتغل عامل عادي. اليوميه؟ اه، يعني مثلا يوم موجود يوم مش موجود، والدنيا ماشيه الحمد لله، ما قلتش حاجه. بس عيل زي دي مصاريفه كترت عليا، وانا راجل قاعد بالايجار الشهر ب 2000 ونص طبعا، وقاعد في 15 مايو. طبعا مواصلات وعيالي قاعدين في مدارس في جمصة البلد، والتوك توك بيودوهم ب 25 وبيجيبهم ب 25، ادي 50 جنيه، ادي 1000 ونص في الشهر. طب الدم عليه؟ نفسيتي تعبانه، بصراحه انا ما يعني اول مره في تاريخ حياتي اتحط في موقف زي دي، الحمد لله. يعني مش عارف الدنيا حطت معايا مره واحده ليه. كنت كويس؟ الحمد لله طبعا، اه. وما زال كويس يا عم، انت احسن الحمد من لله، غيرك. ربنا يبارك لك، الحمد لله على كل حال، بس يعني عيال زي دي مالهاش ذنب في حاجه، فاهمني؟ يعني اني بعمل اللي عليا وبزياده، وبرضه مش مكفي ومش ملاحق. انت نفسك فيه دلوقتي يا ابو؟ قول لي نفسك فيه. أنا نفسي اعمل اي مشروع مثلا اكل عيال زي دي منه. صلى على النبي. انا ببقى صدفه، انا عايز افهم بس، انت وقفت معايا قبل كده؟ لا. قابلتني في حياتك قبل كده؟ لا. طب انت قابلتني النهارده، ربنا ثم اخوك تحت، الحمد لله. هعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، انا السبب من عند ربنا، بس العيد ده بعد كده بقى يبقى عيد بس فرح باذن الله، الحمد لله. وهترن عليا تقول لي يا وش الخير. ربنا يجعلك قول يا رب. دايما في الخير يا رب، الحمد لله. والله العظيم يا جدعان، دمعة الراجل دي بتوجع قلب اكتر من دمعة الست، عشان الراجل مش بسهولة انه يعيط. فالله يكون في عونك، والله يكون في عون اي راجل متجوز مش مقتدر. العيشة صعبة، الله يكون في عونكم. سامع ان احنا عفش بيتنا نبيعه كله مفيش حاجة في البيت خالص؟ عشان بعت بيتك؟ بس ذلك كله. نعمل عملية زي دي. عملية دي؟ كان مولود، كان عنده مية على المخ وهو في الحضانة، دماغه بقت قد كده. قالوا لازم عملية ضروري. طبعا في الوقت ده احنا ما معناش حاجة خالص خالص.
رحنا برضو الناس زي حالتك في مصر في القاهرة، وقفوا معانا، دفعوا النص واحنا النص، وعملناها. بس بعد كده حصلت مشكلة يعني في الأعصاب، بتخليه ما بيمشيش، مش هيمشي، مش هيقعد، زي المعاق. لا حول ولا قوة الا بالله. اكيد انا مش بقول لكم تعالوا شوفوا، لا انتوا شايفين بعينيكم. وبرضه مش بنطلب من حد حاجة، تعالوا اتأكدوا بنفسكم وتعالوا بيت الناس. انا هسيب لكم رقمهم في اول كومنت، اللي ربنا يقدركم عليه ساعدون بيهم، والله يكون في عونهم. احنا كانت مراتي جايبه برضه قرض من بنك مصر، يعني انا كنت بدفع مثلا في الشهر 1600 1700. فطبعا البنك بقى له دلوقتي 4 شهور عمال يبعت لي دعايه واعلانات. وطبعا اخر مكالمه اول امبارح المندوب كلمني قال لي انا ما عدتش قادر اتاخر اكتر من كده، الاجراءات اللازمه. الاجراءات القانونية. اه بص، هو مش بجبركم اللي انتوا تعملوا مشاركة، لا بقول لكم عشان خاطر ربنا اعملوا مشاركة للفيديو. خلي الناس اللي عندها رحمة تشوف الناس دي اب وام مع طفلين بيضيعوا، وفي ايديكم بعد ربنا تلحقوهم. انا صورت كل ده من الاول. في اي مشاكل لو زهقنا؟ الحمد لله. مش اي مشكلة. الحمد لله. معاك رقم تليفون صح؟ هناخد رقمه وهنحطه لكم في اول كومنت. صلوا على النبي واعملوا مشاركة للفيديو ده. السلام عليكم.